السلام عليكم اخواتي. في هذا الفيديو اليوم للاستفاده فقط بالنسبه للسيدات اللي عندهم المطبخ الكوزينه بحال ديالي ما فيهاش الزليج في الحيط، وفين ما كيبداو يخدموا ولا يطربوا في شي حاجه كيطير عليها كيبقاو ديما كيغسلوا. هذا طاحت عليا انا واحد الفكره باش ندير ليه هذا الكاغط اللاصق. ها هو الورق اللاصق كيكون كيتباع بحال هذا الشكل ديال الديكوراسيون. ها هو في اديزيف ديكوراتيف بحال هكا، كيكون فيه تقريبا ها هو فيه 45 سنتيم في العرض ديالو، الطول 2 متر ونص 2.50، يعني راه طويل غيشد لكم الحيط كامل ديال 2 متر ونص كامل ديروه. والعرض هذا هو العرض ديالو، العرض ديالو ها هو 45 سنتيم، هو تقريبا من هنا حتى لهنا. المهم الكاغط راه ساهل، واللي اللي المهم اللي ما قارياش ولا بعض السيدات بعض الاحيان حيت كيتباع في الاسواق، كيكون مثلا كيشيط لي سوبر مارشي وكيكون بلا بلاستيكا وبلا هاد الورق، ما يمكنش تقراي فيه اشنو، كطلي غير من الوسط ديالو من هنا كيبان لك هاد الكاغط اللي مغلف من الداخل، فيه لي كارو، فيه خطيطات. ما غاديش يبان لكم مع البلاستيك، ولكن انا غنوريكم، انا مازال محتفظه بهذا باش نوريكم الكاغط اللي كيكون فيه الداخل. هو هذا كتكون فيه الكتبه وكيكونوا فيه هاد لي كارو. ها هو هذا هو اللي كيجعلو باش كيختلف على البابي بان. ها هو البابي بان ما كيكونش فيه هاد الكاغط، كيكون ديريكتومون كتحليه وكتديري ليه الكولا وكتلصقيه، ولكن كيكون صعيب بابي بان، خصو الكولا، خاص ملي قاد معاك واحد يشد من الفوق واحد من التحت. هذا لا كتصوبوا غير راسكم، وممكن ديروه حتى في البيت كامل لقيتو فيه الالوان. انا في الحقيقه كيعجبني داك الشكل ديال الاحجار اللي كيكون فيه بحال الشكل ديال البريك بحال، ولكن هذاك ما لقيتوش بهذا الشكل، لقيتو غير في البابي بان. ومادام هذا رخيص قلت نديرو مره اخرى، لا لقيتو راه نعاود. هذا كتبقاو هذا الكاغط كتحيدوا فيه شويه بشويه وكتلصقوا في الحيط بحال هكا. مثلا هذا هو الكاغط كتبداو تحيدوا ليه اللور ديالو وكتلصقوا هنا، وكتبداو كديروا بيديكم ها ولا بشي شطابه وغاديين وكتجروا فيه من تحت، تجروا فيه حتى كتلصقوه كامل. المهم ها هو راه شد ليا الحيط كامل تقريبا 2 متر ونص، وشاط ليا واحد الطرف حدا الثلاجه درتو في جهه اخرى. وباش نعطيكم انا الدليل بانه راه ما كيخسر الحيط ما والو، ها هو انا غنكرطو ليكم. ها شفتوا، يعني ما تخافوش تقولوا زعما راه غادي يكرط مع شي حاجه، ولو كاع عندكم شي جليج قديم تقدروا ديروا بلاصه وترجعوا بسهوله. ها هو ثاني تجبدوه تلصقوا القنت. ها هو لصق، حيت انا في الاول قال لي الزوج ديالي غتكرطي به الحيط وتخسريه، يسحب لي انا ملي غنبغي نحيدو كلشي غادي يطير وغادي يتقشر، ولكن ملي لقيته بهكا يعني راه ما قشر لي الحيط ما والو. مره اخرى ثاني ملي خسر نحيدو بسهوله ونشري واحد اخر. وهذا شحال كيدير اورو و39، يعني اورو 39 دار ليا هذا الحيط كامل. ولا بغيتو ديروه عريض راه كتزيدوا واحد اخر ثاني الفوق هنايا، تزيدوا واحد اخر هنايا كيعطيكم نص ديال الحيط. بغيتو ديروا في الغرف ديالكم، لا لقيتو شي شكل زوين غرف ديال الاطفال، غير كتبداي من الفوق وتبداي كتحيدي في الغلاف الوراني وكتلصقي بوحدك، تتهبطي تلصقي كامل وتزيدي الاخر تزيدي الاخر. المهم كتقادي لا فيه شي زواقه كتقاديها مع بعضياتها. وكاين داك كاين واحد مربعات هذوك كيتباعوا في باغ انترنيت، فيهم واحد المربعات ديال الموزايك كيبريو، هذاك زوين ديال البلاستيك، هذاك ممكن كدير الصابون والماء وتمسحيه، ولكن غاليين 10 اورو الوحده، 7 اورو. المهم كيطلع لك غالي، وعاد ثاني سميتو ليفريزون تاع هو. وقلت انا مادام ماشي داري المهم ديرها هذا رخيص اورو 39 دارت لي الحيط كامل.
ونتمنى تعجبكم هاد الفكره، واللي عندها تاهي الكوزينه بحال ديالي تشريه وديرو. راه كيكون في المغرب راه يقدر يكون في لي دوغري، دوك الدروغري اللي كيبيعوا داكشي ديال المسمار وهادشي ديال البابي بان ضروري غادي يكون عندهم. ما عرفتش انا الثمن ديالو، ما عرفتش. المهم هنايا هذا هو المغازا الوحيد اللي كيبيعوا هنايا رخيص اورو 39. اما الاخرين بحال هذا كيبيعوا 5 اورو الفوق. نتمنى تعجبكم هذه الفكره، ولا عجبتها دير بيها ودير ليا لايك وتشتركوا معايا في القناه للتشجيع. وصباحكم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.